السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا جماعة قبل ما نبدأ نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تمام. دلوقتي أنا يعني زي كل مرة ما أنا متعود، يعني حابب إن أنا أسلم عليكم وأقول لكم إزيكم، انتوا عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير بأفضل حال وبصحة وعافية بإذن الله. انتوا منورين الفيديو بتاعه ونورتوني وشرفتوني في الفيديو في القناة. تمام. أنا بس عايز أنوه عن حاجة، يعني معلش لو اسلوبي هيبقى مش كويس شوية يعني في الكلام او كده معاكم، بس انا بتكلم هنا وهتكلم يعني كأني بتكلم مع واحد صاحبي او اخويا. تمام. عشان بس ايه محدش يتضايق من اسلوبي وكده، انا مش بتكلم كده في العادة، بس انا والله عايز انصحكم وعايزكم تعملوا الحاجة ديت اللي انا وصلت لها. ايه هي بقى الحاجة دي؟ ازاي تلتزم بقراءة وردك اليومي من القرآن الكريم. تمام. اول حاجه وقبل اي حاجه ويعني قبل كل حاجه ان انت تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ان هو يرزقك اصلا ان انت تقرا كتابه سبحانه وتعالى عما يصفون وعما يشركون. لان في ناس كتير مش بتقرا الكتاب، والله العظيم مش بتقرا القران الكريم نهائي اصلا، والمصحف محطوط في البيت عندها ولا بتستخدمه ولا اي حاجه يعني وبيتملي تراب وكده، والله العظيم بكلمات. فلازم انت تتوكل على ربنا ان هو يرزقك كده، تستعين بيه بجد، يعني ايه، وتثبت له، يعني تثبت له ان انت عايز تعمل كده، لان برضو يعني مش مجرد كلام، لان طبيعي ان ربنا لازم اكيد هيختبرك ويبتليك في كلامك ده. انت مثلا عايز تقول انا عايز ايه، اللي هو يعني اهدي الناس مثلا ولا اقرا قران وكده، ما ربنا هيختبرك وبرضه هيعديك بمراحل وكل حاجه عشان تثبت له ان انت عايز تقرا. فلا اما تثبت، لا اما بقى تقول ايه، لا خلاص انا ما عنديش اقرا انا تعبت وكده، لان انت كده هتواجه برضه عقبات معاك يعني لغايه ما انت تقدر تستمر ويمن عليك ربنا ان انت تقرا القران. المهم، اول حاجه ان انت لازم تحدد وقت، يعني انت لو محددتش وقت مش هتقرا، لو انت سبتها عايمه بمعنى اصح، اللي هو انت انا هقرا قران النهارده، طب امتى هتقرا؟ امتى؟ مش هتقراه والله، مش هتقراه، ولو قريته النهارده مش هتعرف تقرا بكره، لو انت سبتها كده هتنسى، هتتلهي في الدنيا، يعني خصوصا كمان لو انت في شغلك او بتدرس او كده. ويعني انت حاليا دلوقتي تقريبا الثانوية العامة خلصت اجازة، فدول يعني عايز اقولهم بس يعني استغلوا يا جماعة الاجازة في الموضوع ده. لو انت مش هتقرأ قرآن يعني ابدأ قراءة قرآن، حتى لو بصفحة واحدة بس مش هتخسر حاجة، وتكون العادة دي بإذن الله. كذلك برضو لو انت عايز تضيف حاجة تانية كذكر يومي ليك، ضيف، مفيش مشكلة خالص. لو انت بتقرأ قرآن وتمام، خلاص استمر فيها وضيف حاجة عليها بقى زيادة. ما قدرتش خلاص كمل في اللي انت بتعمله وربنا يسهل. واهم حاجه برضو تصلوا في الجامع، يعني مثلا معلش حجه الناس اللي كانت بتقول مثلا اوراق درس ومش هعرف اروح اصلي وكده، انت دلوقتي بقيت فاضي اهو في اجازه بفضل الله، فاستغلها برضو تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. متقلقوش بالنسبه للنتيجه، ان شاء الله ناجحين باذن الله. ويعني يكون بجد بدل انت اجتهدت وتعبت يبقى انت هتنجح باذن الله، حتى لو انت تعبت على اخر لحظه هتنجح برضو باذن الله، وظن بالله خير، يعني احسن الظن بالله عز وجل، وباذن الله كلكم ناجحين. المهم ان انتوا بس تستفيدوا بالاجازه دي باذن الله، تتعلموا في حاجه جديده يعني، او تقروا قران، تقربوا من ربنا، تصلي في الجامع، اهم حاجه دي بصراحه يعني. وبعدين باذن الله تقرا قران برضو كده لو انت مش تقرا يعني. والناس اللي بتقرا دي زي الفل، وربنا يقويكم ويثبتكم ويثبت اقدامكم ويثبتني ويثبت الناس كلها. واستمروا يا جماعه، ربنا يوفقكم يا رب. تمام. احنا كنا بنتكلم في نقطه انت لازم تحدد وقت. فانا زي ما بقولك والله لو انت مش حددت له وقت، زي ما انت بتحدد لاي حاجه وقت طبيعي، يعني مثلا انا هديك مثال، الدرس اللي انت بتروحه، يعني بتروحه ازاي؟ المدرس بيحدد لك وقت تروح فيه والمكان اللي هتقعد فيه تاخد فيه الدرس وبس، وبيهيأ لك يعني مكان بمعنى صح عشان تعمل كده. فانت لازم تعمل كده عشان تقرأ قرآن. يعني ان انت لو مش حاطط له وقت وحاطط له المكان اللي انت بتعمله، مش لازم مكان يعني، بس اقصد يعني مثلا لو انت عندك في مكان في البيت، اوضه بس تكون هاديه كده تقعد تقرا فيها القران لوحدك، او الصفحه اللي انت هتقراها دي لوحدك، يبقى حلو جدا. ما فيش يا سيدي عادي براحتك، ممكن تقراها مثلا بعد صلاه من الصلوات الخمسه، اي صلاه انت بتصليها عايز تقراها اقراها يا سيدي زي ما انت عايز بعد الصلاه يعني، صلاة العصر، صلاة الظهر، حدد اللي انت عايزه، وانا مش هحدد لك حاجة معينة، يعني ظبط الموضوع على يومك بالظبط. يعني انت عايز تقول مثلا هروح اصلي العصر مثلا هقراه قبليها او ما اجي بعديها من الصلاة. عايز برضو فكرة حلوة جدا، لو انت عايز تروح ايه مصلي العصر وفاتح الموبايل بتاعك وتقرأ مثلا عن طريق تطبيق الموبايل ولا كده، يبقى حلو جدا 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 يعني. وكده انت اصلا تبقى عملت ايه يعني، انت بفضل الله لو انت بتستمر في ان انت بتصلي يعني في الجامع، فده هيعينك ان انت تكون عادة قراءة القرآن. يعني انت دايما كل ما تروح كده تروح فاتح الموبايل على طول تقرأه ما بين مثلا الاذان والاقامة، او بعد ما تخلص براحتك مفيش مشكلة،
يعني عشان لو اتاخرت او حاجه. بس فبقول لك لازم تحدد وقت، لازم تحدد وقت زي ما انت بتحدد وقت لاي حاجه، زي ما انت بتحدد وقت ان انت تقعد مع اصحابك تتكلم معاهم، تقعد على الفيس، تقعد على الواتس، تقعد على اليوتيوب، تتفرج على الفيديوهات والحاجات دي، كل دي تضييع وقت. وبرضو في ناس بتستخدمها في حاجات كويسه كفيديوهات مفيده بتتفرج عليها برضو يعني. مش بتفرج في ناس يعني، انا بس بتكلم عن الناس اللي هي ايه، بتدي اوقات لحاجات تانية كتير مش مهمة، وبتسيب المهم مثلا اللي هو زي قراءة القرآن الكريم مش بتدي له وقت. فلازم تحترم يعني، وتقدر ان انت لازم تحدد وقت، يعني لازم ايه تكون بمعنى اصح، معلش يعني ايه، اصل محتاج ان انت لازم تكون كده، لازم تكون راجل بمعنى اصح. انا عارف ان كلنا رجاله وشباب، بس قصدي راجل في كلمتك، راجل ان انت تقعد تذاكر زي ما انت بتقعد تذاكر وبتجتهد وكده، لازم تقعد وتمسك نفسك وتقول لا انا هقرا كتاب ربنا النهارده، ولازم احدد له وقت وتلتزم وكده. ولازم تلتزم مهما حصل فيه، مهما حصل. انت مثلا قلت الساعه 5 انا هقرا قران، قريت وجات الساعه 5 يبقى تمام زي الفل. جات الساعه 5 ومقريتش، لا لازم تقوم، لازم تقوم تقرا. انا بعرفك اهو، لازم تقوم تقرا في الوقت اللي انت حددته مهما حصل. لا قدر الله اتعطلت برضو، واكيد انا برضو عاوز اقول لك حاجه، يعني طبيعي جدا انك ما يجي عليك وقت، الوقت يعدي عليك بتاع اللي انت حددته ده، عشان في حياتك مثلا رجعت للدروس، رجعت للشغل، ايا يكن، هيجي عليك وقت انت برضو مش هتعرف تقرا في الوقت ده. مش تعدي يومك من غير ما تقراه، والله العظيم ما بهزر، ما تعديش يومك من غير ما تقراه. الورد بتاعك اليومي اللي هي مجرد صفحة مش هتاخد منك 10 دقايق قبل ما تنام ايا يكن، ما تعديش. يعني مثلا كنت نايم وافتكرت قوم تقراه، لازم عشان تكون العادة ديت وتلتزم وتكون جد مع نفسك وراجل في كلمتك، وتثبت ده لربنا سبحانه وتعالى فيعينك ان انت باذن الله فيما بعد كمان تقدر تلتزم في ان انت تقدر تفهم كتاب الله، تقراه وتتعلم القراءة بالتجويد، تحفظ كتاب الله باذن الله، وربنا يوفقكم كلكم. فلازم تكون قد كلامك وتلتزم في كلمتك، لان انت لو معرفتش تلتزم كده مش هتلتزم في اي حاجة تانية. حاجة بسيطة جدا مش هتاخد منك حاجة، 10 دقايق كبداية، اقرأه، اقرأه بس كبداية. عرفت انت مثلا تقرأه بهدوء كده وتاخد راحتك، برضو يفضل ان انت تكون في مكان هادي عشان تاخد راحتك، وايه تحس الكلام برضو وتستشعر يعني ايه الكلام بتاع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فيعني ايه لازم نحدد وقت، لازم اهم حاجة تحدد وقت برضو. انا عارف ممكن يكون صوت واطي شوية بس انا بعليه اهو، لازم تحدد وقت اهم حاجة. وبس يعني ده برضو اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. بعد ما انت تحدد وقت تحدد المكان، هتربط حتى العادة ديت بيها يبقى حلوة جدا. عرفت تربطها زي ما قلت لك بعادة تانية انت بتعملها يبقى حلو جدا، يعني زي ما انت عايز. فانت لازم برضه مش عايز اديكم مثال عشان مش تاخدوه، انت ظبطها على يومك وظبطها على حياتك. وبرضه باذن الله هتلاقوا في قناه التليجرام هسيبها تحت في الوصف، عايز تدخل معانا باذن الله تقرا، هتلاقي عليها بينزل ورد باذن الله، يعني ساعه صلاه الفجر يعني بعديها قبليها بس باذن الله، يعني هتلاقيها، يعني هتصحى الصبح لو انت او بتقرا الفجر مثلا هتقرا بعديه او كده، المهم انت بس باذن الله هينزل ساعه صلاه الفجر الورد اليومي. اتاخرت لا قدر الله ولا حاجه مش عارف تنزله ولا كده، معلش، بس يعني انا هنزله باذن الله مهما حصل يعني. وبس يعني ده برضو كنت عايز اقوله لكم، وربنا يوفقكم يا رب. ولازم تلتزم، لازم تلتزم وتثبت لربنا ان انت عايز تقرأ كتاب ربنا. وبس، شكرا. ومعلش بس يا جماعة كان في حاجة اخيرة لسه فاكرها بالمرة برضو قبل ما نقفل الفيديو. برضو لو انت قدرت تلاقي يعني واحد صاحبك صديقك يعني صديق يعني صاحبتك قصدي، عايزة تقعدي يعني تساعدوا بعض بمعنى اصح، عايز اقول لكم انتوا تعينوا بعض على الموضوع ده، وده يعني بمعنى اصح ليا صحبة صالحة ان شاء الله. ربنا يرزقنا كده جميعا. وبرضو والله انا بقول لكم الكلام ده لان انا يعني انا بفضل الله يعني قدرت ان انا اقدر استمر اقرا ورد كتاب ربنا. واللي حصل لي ان انا لقيت بركة في اليوم، ويعني سعادة ويسر في حاجات كتير قوي والله العظيم بجد، تدبير يعني. وبرضو ادعي قول اللهم دبر لي اموري، لان والله العظيم بجد يعني الدعاء ده جميل جدا 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 والله العظيم، برضو يعني معلومة ليكوا. وبرضو يدبر لك امورك في كل حاجة، لان انت مثلا تقول انا هقرا قرآن الساعة 5 النهاردة ولا حاجة ما عرفتش، ربنا هيدبر لك، قول لي خلاص عادي ما حصلش حاجة، مش تعصب ولا اي حاجة. المهم انت بس ما عنديش يومك من غير ما تقراه. اهم حاجه ان انت ما يعديش يومك من غير ما تقرا كتاب ربنا سبحانه وتعالى والورد اللي انت محدده لنفسك. وبرضو انا شايل من عليك الموضوع ده لو انت هتشترك معانا ان شاء الله في القناه بتاعه التليجرام يعني.
هي انا هنزل لك سيد الورد، انت عليك بس ان انت ايه تقعد وتقرا كتاب الورد ده وتحدد له وقت بس يعني في يومك. فزي ما بقولك برضو لو لقيت صاحبك يعني او يذكرك حتى بان انت تقرا قران النهارده او تقرا في يومك او كده وتعينوا بعض على الموضوع ده، ده هيبقى حلو جدا 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 والله. انا بقول لك ان انا عايزك توصل لكده، لان الموضوع يعني حلو جدا والله العظيم بجد، والله العظيم بجد. يعني يمكن انت تكون بتعمل حاجه، بتعد حاجه، كان نفسك تعمل حاجه، هتلاقيها اتظبطت من عند ربنا بتدبير ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم ممكن تكون برضو سبب ان انت بتقرا القران وفي بركه، وهتلاقي يعني تيسير والله العظيم بجد في حياتك وفي كل حاجه والله بجد. ده برضو القرب من ربنا سبحانه وتعالى بأي حاجة، بالصلاة، بإن أنت تقرأ قرآن. وكل ما تقرب أكتر وأكتر من ربنا بالعبادات والطاعات هتلاقي في حاجات حلوة بتحصل لك أكتر وأكتر، أقسم بالله العظيم بجد. يعني بركة وتوفيق. ده غير برضو يعني تيسير في الأمور. لو أنت شغال في شغلك هتلاقي في شغلك ماشي زي الفل، بتحل مسألة ولا بتحل حاجة في درس ولا حاجة، هتلاقيك بتحلها ببساطة وتوصل للحل بسرعة، ووصلت لحاجات انت ما كنتش تقدر تفكر فيها لو انت يعني ايه غير بفضل الله ان هو من عليك وانت توصل ليها. حتى لو انت يعني ايه يعني المهم بس تجتهد، حتى مش لازم تكون ذكي او كده، لان بفضل الله برضو ربنا لم يجعل اللي هو التفوق ولا الوصول للحاجات دي بالذكاء وان انت تقعد تفكر وتخطط وكده. وبرضو لازم تستعين بربنا سبحانه وتعالى في ان هو يعينك على كده، لازم تستعين بيه عشان يوفقك بس. والله انا يعني برضو عشان لو اسلوبي فيه حاجه ولا كده ما تزعلوش مني ولا حاجه، بس والله انا بنصحكم يعني بعتبركم يعني زي اخواتي والله العظيم بالظبط. فما تزعلوش لاسلوبي لو زعلكم ولا حاجه، بس انا والله بنصحكم لوجه الله، وعشان ان شاء الله توصلوا اللي انا وصلت له باذن الله، وتعدوني باذن الله كمان والله العظيم، توصلوا لحاجه اكبر من كده باذن الله. وربنا يوفقكم ويعينكم ويصلح حالكم. متنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ومعلش لو طولت عليكم ولا حاجه، وبرضه لو قررت اكلم تاني فبس والله تأكيدا عن المعلومة. وربنا يصلح حالكم. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا يا سيدي لو وراك حاجة كده بس ما تنساش لو انت القناة تحت هتلاقيها بإذن الله بينزل عليها الورد اليومي، تشترك فيها. وبرضه تحدد وقت، يعني بعد الفيديو ده على طول بعد ما يتقفل لو سمحت تقوم تحدد وقت على طول وادخل القناة. وانا شايل من عليك الموضوع ان انت تحدد هتقرا ايه في اليوم، لان برضه من الحاجات المهمة ان انت تحدد الكمية اللي انت هتقراها. انا شايل من عليك الموضوع ده خالص، عايزك تقرا صفحة واحدة بس اما تشترك في القناة. عايز تعمل لوحدك بس بلاش تعمل لوحدك عشان ممكن مش تقدر تستمر. فانا عشان كده عامل الجروب ده ان احنا نساعد بعضنا كلنا، وانا متكفل باذن الله ان كل صفحه باذن الله هتنزل لكم باذن الله على الفجر كده، او كل يوم هتنزل لكم صفحه تقروها. اول لما تنزل تفتح يا سيدي التليجرام بتاعك تقراها وتقفل تحطه في الموبايل. وتحددها برضو في الوقت، برضو لازم تحدد لها وقت وتحدد الكميه. انا شلت من عليك الكميه دي، يتبقى الوقت ان انت تقفل وتحدد من دلوقتي حالا بعد ما تقفل الفيديو انا هقراه امتى. ويفضل تقراه بعد صلاه، يعني تربطها بعاده. عشان ايه؟ ما تنساش. لازم يفضل ان انت تربطها بعاده زي الصلاه ولا كده، تقول انا هقراها بعد الصلاه، هقراها بعد ما اروح مثلا من الدرس الفلاني، هقراها بعد ما اروح بعد مثلا اما اروح قبل ما انام. عايز تقراها قبل ما تنام براحتك، اول لما تصحى براحتك اللي انت عايزه. وربنا يوفقكم ويصلح حالكم. وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.